السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي أشقية كرة القدم في كل مكان. حلقة جديدة من الكرة وشقوتها. كل عام وانتم بخير. الموسم الكروي الجديد بدأ بإثارة ومتعة وبدأ بشقاوة. البداية كانت مع وادي دجلة مع بيراميدز، لما وادي دجلة اتعادل مع بيراميدز 0-0 وكان هيعمل مفاجأة ويكسب بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا. الغزلان وادي دجلة اللي صعد مجددا للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم متتالية، آخرهم كان موسم 2021. تاني مباراة كانت في أول أسبوع، كان الزمالك بيلعب سيراميكا كليوباترا. الزمالك في أول اختبار للمدرب الجديد البلجيكي فيريرا مدرب الزمالك، بينجح في أول اختبار ليه وبيكسب سيراميكا كليوباترا 2-0 في مباراة كان نجمها ناصر ماهر ومحمد شحاتة. ناصر ماهر جاب جون جميل، ماهر جاب ناصر ماهر، يعني هو هدف ماهر من ناصر ماهر. والهدف العالمي من محمد شحاتة من نص الملعب، لمح محمد بسام حارس سيراميكا خارج المنطقة، حطها له لوب داخل الشباك مباشرة. عندنا مفاجأة من العيار التقيل، مودرن سبورت يتعادل مع الأهلي حامل لقب الموسم الماضي موسم 2024 2025. مودرن سبورت اللي كان المفروض ان هو نازل دوري الدرجة الثانية وكان بيصارع الهبوط، بيتعادل مع الاهلي 2-2 بالمدرب الجديد الكابتن مجدي عبد العاطي مع السكواد الجديد والفرقة الجديدة. الاهلي بفرقته اللي الناس كلها بتقول فرقة المليار جنيه تتعادل مع مودرن سبورت 2-2 في مباراة الاهلي لا يستحق فيها الفوز عشان الاداء اللي هو عمله ما كانش مناسب ان هو يكسب. الاهلي الشوط الاولاني طلع متعادل 0-0، الشوط الثاني اسيست من احمد سيد زيزو في اول لقاء ليه في الدوري الممتاز مع النادي الاهلي وسط جماهيره في استاد القاهره. كورنر بيرفع الكوره على دماغ احمد رضا بيلعبها رأسية في المرمى على طول، اول هدف في الدقيقة 50. بعدها مباشرة بيتعادل حسام حسن في كورة كان الأهلي بيبني الهجمة من تحت اللي هي البيلد أب، وبعدين مصطفى شوبير لعب الكورة. المفروض إن أنت بتلعب البيلد أب ببناء اللعب، بس الفرقة لو مضغوطة بتلعب كورة طولية. هو مش قرآن إن أنت تلعب الكورة البيلد أب أنت مضغوط، فأنت ما عندكش مساحة تلعب وكل لاعب معاه لاعب، فأنت ممكن تشتت الكورة. هو مصطفى لعب الكوره وزنق فيها كريم فؤاد ما لحقش يلعب الكوره، اتضغط عليه اللاعب، ضغط وخد الكوره ولعبها لحسام حسن اللي حط الجون التعادل لمودرن سبورت. بعدها على طول كورنر لمودرن سبورت ويطلع علي الفيل اللي مكان بدون رقابه ويحط كوره رأسية على شمال مصطفى شوبير في المقص ويتقدم مودرن سبورت 2-1. في الدقيقة 77 نزل جراديشار بدل محمد شريف، وفي الدقيقة 79 ياسين مرعي بيحرز الهدف الثاني من اسيست لأحمد سيد زيزو، اللي المفروض ان هو كان كمان لو كان لعب الكورة بتاعت، لو كانت الكورة جت بتاعت محمد بن رمضان اللي جت في العارضة كان هيبقى زيزو هاتريك اسيست 3 اسيست، ولكن المباراة انتهت 2-2 في مباراة اخفق فيها ريبيرو في الاختبار الاول ليه مع الاهلي وسط جماهيره في استاد القاهره في بدايه الموسم الكروي الجديد. عندنا كمان في مباريات اللي هي كانت المفروض بتتلعب في نفس اليوم، اللي خلصت بقى الجوله الاولى بتعادل بيراميدز ووادي دجله 0-0، فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2-0. دي نتائج اللي هي بتاعت اول جولة في الموسم. الاهلي تعادل مع مودرن سبورت 2-2، الاسماعيلي تعادل مع بتروجيت 0-0، المصري كسب الاتحاد السكندري في مباراة اللي يشوفها يعني يستمتع بيها، مباراة فاز فيها المصري 3-1. بالمناسبة لاعب عمر الساعي لاعب المعار من النادي الاهلي لنادي المصري احرز هدف برضه هدف عالمي. زد كسب المقاولين العرب 2-0، زد بقيادة محمد شوقي المدرب الجديد كسب المقاولين العرب 2-0. البنك الاهلي تعادل مع غزل المحلة 0-0، وعندنا كمان فاركو تعادل 0-0،
والجونة كسب كهرباء الإسماعيلية الصاعد مجددا للدوري الممتاز، اللي معاهم بالمناسبة محمد ونجم اللاعب المغربي اللي كان بيلعب في نادي الزمالك، بيلعب مع كهرباء الإسماعيلية. وسموحة تعادل مع طلائع الجيش 1-1. دي كده مباريات الجولة الأولى أو نتائج الجولة الأولى. عندنا في الفيفا بيعلن عن ماتش اوكلاند سيتي وبيراميدز يوم 14/9 يوم الحد الساعة 9 بالليل. مباراة كاس انتر كونتيننتال، الفائز فيها هيقابل اهلي جدة بطل اسيا وبطل السعودية. المباريات ديت ان شاء الله هتكون في شهر 9 يوم 14/9. عندنا جهاز المنتخب المصري بيستقر على انطلاق معسكر المنتخب يوم 7/12 ان شاء الله، استعدادا للامم الافريقيه اللي هتتلعب في المغرب في الفتره من 21/12 ل 18/1/2026. المنتخب يلعب في المجموعه الثانيه اللي فيها جنوب افريقيا وانجولا وزيمبابوي. وفي ماتشين للمنتخب المصري ان شاء الله في شهر 9 اللي جاي، هيلعب فيهم مباراتين تصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد اثيوبيا وبوركينا فاسو. ان شاء الله بإذن الله نشوف موسم كروي ممتع، في شقاوة، في إثارة، في متعة. اللي بدأت المتعة والإثارة والشقاوة من أول أسبوع. ان شاء الله نشوفكم على خير، وعايزين نشوف دعمكم، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويدعمنا ويعمل لايك على الحلقة دي ان شاء الله.